حلو يا مكة. حلو. بألف هنا. زي ما انتم شايفين النهارده حلقة النهارده عن بانيه. شايفين البانيه كريسبي من بره ومن جوه طري. شايفين من جوه طري ولونه جميل ازاي، ابيض زي الشمع من من التتبيله. مكة بتقولي ما تاكليش. حاضر يا مكة، يلا خشوا معايا الحلقه وان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين النهارده معايا اهوت بانيه متقطع اهوت ومغسول كويس جدا. معايا بقى التتبيله بتاعته عباره عن طماطميه مبشوره، بصلايه مبشوره، ملح وفلفل اسمر، ومعلقه خل. اول حاجه بقى في التتبيله بتاعتي اهي زي ما قلنا بصلايه مبشوره، طماطميه مبشوره، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وبرده معلقه صغيره ملح، ومعايا هنا هي معلقه خل. هقلب الخلطه دي كلها مع بعضها اهي. هقلبها كده لعند كل الخلطه دي كده متدمنس مع بعضها. من احلى الاكلات البانيه، بيحبها حتى الاطفال، يعني بيبقوا مدوخيننا فعلا في الاكل، بس عند البانيه ما بيقولوش لا يعني. بألف هنا وعافيه على قلوبنا جميعا. بعد ما الخلطه كده اتخلطت كلها مع بعضها، هجيب بقى البانيه قطعه قطعه واحطها بقى في التتبيله ديت اهيت، واخلي كده عليها التتبيله من فوق ومن تحت. كده بعد ما التبل كله اهوت وتحط يعني في الطبق اهوت، ما تحطيه في بوله غويطه. هلفه دلوقتي باسترتش وعين في التلاجة لمده يعني ما يقلش عن ساعتين. البانيه عشان يتبل كويس ويشرب من التتبيله، ممكن تحطيه من بالليل في التلاجة وتصبحي مثلا وقت الغدا بقى تطلعيه وتعمليه على طول. فانا هركنه في التلاجة وبعد ساعتين ارجع لكم ان شاء الله نشوف الخطوات اللي بعد كده هتكون دلوقتي خلاص بعد مرور الوقت يعني، وهطلع البانيه عشان يتقلي. جبت الفيجيتار اللي عندي اهوت. الفيجيتار اللي عندي عادم، معلوش اي توابل. حطيت عليه كركم عشان يدينا اللون الاصفر الجميل للبانيه، وحطيت عليه بابريكا وفلفل اسمر وملح، بس كده. هقلب بقى الخلطه دي كلها كده مع بعضها. زي ما انتم شايفين الخليط كله اتقلب مع بعض واتجانس اهوت. عايزين تضيفوا بقى اي اضافه تانية من عندكم، ممكن تحطوا جنزبيل، ممكن تحطوا قرفه. انا كتير بحط المكونات ديت، بس النهارده انا اكتفيت باللي قدام كده بس. دلوقتي جبت معايا بيضايه اهيت، او بيضتين تبع الكميه اللي معاكي. هضيف عليهم شويه كده من الحليب، حوالي معلقتين. هبتدي بقى ادمج البيضه بشويه اللبن كده، وبعدين لو انتم ملاحظين انا ما ضفتش اي توابل على البيض باللبن، لان طبعا البانيه متبل وشارب بقى من التوابل اللي هو فيه، اللي هي فيه يعني والفيجيتار برضو انا متبلاه، عشان ما يبقاش يعني الموضوع كده الحدوقيه فيه زياده. فهو انا سايبه البيض عادب باللبن هنروح بقى دلوقتي على البوتاجاز ونشوف الخطوه اللي بعدها. دلوقتي انا طلعت البانيه معايا اهوت من التلاجة. هبتدي بقى دلوقتي اخد بايدي كده قطعه قطعه، انفضها كده من الحاجه اللي عليها، وبعدين اخليها تتشرب كده من الناحيتين. وبعدين اشيلها واحطها على الفيجيتار اللي معانا اهو. واو واتبلها جامد كده بحيث انها تشيل معايا اكبر كميه يعني من من الفيجيتار. اضغط عليها كده وسع ايدك يا مكة سعيد. شايفين واحطها بقى هنا اهي. هاخد واحده تانية اهي.
وبرده ايه اضغط عليها جامد كده. ماما دلوقتي البانيه معايا اهوت. معايا دلوقتي طاستين على النار، واحده هحط فيها البطاطس، هقلي جنب البانيه بطاطس طبعا مغسوله ومتصفيه كويس، والثانيه هي ايه هحط بقى البانيه. بسم الله. والنار بتاعتي بتكون متوسطه، يعني ايه لا هي عاليه قوي ولا هي ايه هاديه قوي. واخدين بالكم ساعه ما تلاقوا الدهان سخن معاكم كده بتحطوا من البانيه واحده ايه ورا الثانيه. البانيه من شروط نجاحه ان الكفر ما يطلعش من عليه، ان لما تلاقيه احمر بتروحي قلباه، يعني ما تفضليش تقلبي فيه كل شويه، هي يا دوبك ايه مره من الناحيه دي وبتسيبيها حوالي 5 دقايق على نار متوسطه زي ما قلت لك، وبعد كده ايه بتقلبيها ايه اهيت لما تتاكدي ان هي احمرت من تحت بتروحي قلبها ايه على الناحيه ايه الثانيه زي ما انت ايه شايفه كده. ولما تتاكدي انها احمرت برده من الناحيه الثانيه بتبان ازاي من الجوانب من هنا ايه بتبان ان هي ايه احمرت، بتروحي شايلاها وحطها ايه على مناديل عشان تشرب ايه الزيت اللي بينزل منها. اخلص الكميه بقى وارجع لكم، اكيد انتوا ايه فهمتوا التفاصيل. وكده النتيجه النهائيه للبانيه معانا، شايفين شكله جميل ازاي ولونه ايه يعني مش غامق اصفر اهوت، يمكن الاضاءه برده ايه مش مبينه قوي، فدلوقتي اهوت شايفين شكله عامل ازاي من هنا ومن هنا. وسر في اللون الجميل دوت هتشوفوه ان شاء الله لو انتوا تابعتوا معايا الحلقه من الاول خالص. طبعا مكه مستعجله عايزه تاكل. اشوفكم بقى في حلقه جايه باذن الرحمن، مع الف سلامه.